وحد الله وصلى على النبي. معانا ايه؟ مني صندوق صغير كده، ريش بتاع خروف برق صحراوي. تعالى بعد ما توحد الله وتصلى على النبي هنروقه على الرايق كده. دول المفروض ان هم 24 ضلع، ونشوف ال 24 ضلع هل هم بيطلعوا 24 ريشه ولا لا. طبعا ده كلام علمي، احنا مش بنقول كلام وخلاص. احنا هنوضب مع بعض، والفيديو مش هنعمل له مونتاج. الفيديو مش هنعمل له مونتاج عشان خاطر مبقاش فيه كواليس. يعني مش مش هنقص حاجه، مش هنركب حاجه، مش هنروح في اي مكان. فانت كل اللي عليك ان انت تسمع الفيديو للاخر عشان تعرف احنا ال 24 ضلع بتوع الخروف اللي معانا دول هيطلعوا كام ريش. دي كل الحكايه. بس وحد الله وصلى على النبي واصبر معانا للاخر. طبعا احنا متلنا على السلسله وهنبتدي بنشط من جنب السوسه. ده نظامنا كده عشان ندي العميل ريشه محترمه. صور الشاشه، خدها صوره يا ابني. ارجع ورا خدها صوره. وحد الله وصلى على النبي. تعال شقنا نصنا اهو، هنقصف، هنطلع الدش. دي منطقه اسمها منطقه الدوش او الضلوع. طلعنا الدش اهو. تعال في سلسله، هنطلع بيت السلسله على هادي واحده واحده مع بعض اهو. لازم السلسله دي تطلع، سيبك من اي كلام. ليه؟ انت عامل مميز، عايز ريشه محترمه. خف السمين ده، خف السمين ده وما تشيلوش. حافظ على الريشه وبيضيع عمر في الشوي، بحيث وهي بتتشوي ما تنشفش منك على النار. طبعا لان الريش طبعا ايه دسمها بيكون قليل شويه. تعالى يا باشا، وحد الله. هنبدأ بالله. بسم الله. 1 تمام. 2 3 4 5. السمين ده يا جدعان بيبقى له طعم ومذاق جميل بعد الشوي. عايز انبه على الحاجه دي، بعد الشوي بيبقى له طعم جميل، بيحافظ على الريشه منك ما تنشفش. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ومعانا ريشه اهي. 15 ريشه في الجنب الواحد. تمام. تعالى الجنب التاني. هنخف السمين شويه يعني مش كتير، ونشيل العرق الاصفر ده. ليه بقى؟ العرق ده عصب، عباره عن عصب هينضغ معاك هيجي تحت اسنانك، هتحس ان الريش ما استوتش وهي مستويه 100%. قلنا كام هنا؟ هنعد في الاخر. 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20
21 22 22 23. بص السوسة دي 23 24. دول 24 ضلع طلعين 24 ريش. تعالى البرق بقى مميزاته ان هو بيرمي اكتر. 25 26 27 28 29 30. الريش المظبوطة، الشغل المظبوطة، شغل في اي بي. وده 32. واحد اللي وصل على النبي. اتفرج على تفاصيل الريش البرق الصحراوي لحمة مرسى مطروح. ارجع بقى الشغل. ايوه